من ساعة الهدنة في غزة ما بدأت والمعبر اتفتح تاني والمساعدات بدأت تدخل تاني لأهل غزة، رجع الكلام تاني بتاع السمسرة والعمولات وموضوع $10,000 عشان تخش الشاحنات، وكل شاحنة بتدفع مبلغ عشان تخش لغزة. كلام كده غريب وعبيط أصلا، يعني لأن أصلا يعني 70% من المساعدات اللي داخله غزه هي مساعدات مصريه، فهل المصريين برضو بيدفعوا مساعدات الاتاوه اللي بيقولوا عليها دي عشان كل شاحنه تعدي تدفع $10,000 او $5,000 او زي ما بيقولوا؟ يعني اللي روج الاشاعه دي اساسا اسمه اسامه جاويش الاخواني اللي هارب في الخارج، هو اللي روج للاشاعه دي من بدايه الازمه بتاعت 7 اكتوبر. لكن في الحقيقه كلامنا هنقول مصريين بيقولوا لا مفيش مش عارف ايه، يعني شهادتنا مجروحة. طب دي شهادة مواطن كويتي بنفسه، المساعدات الكويتية داخلة والراجل ده موجود مع المساعدات بتاعة الكويت اللي بتخش لغزة، ودي شهادة هو بيقولها لله مش عشان خاطر اي حد تاني. في كلمة أنا يعني داخل تقرقع، احنا نقول لما يتحجون يطلع واحد الله يهديه احنا نقول ويقول مصر ياخذون على كل شاحنة 20,000 وما ادري $6,000. والله بالله كلمة اتحاسب عليها. هذه القافلة رقم 17 ورقم 2 من فتح المعبر. والله في مصر ما قالوا لي ولا جنيه، دايم التسهيل عندهم يعني ما شفت واحد قال لي لا الهلال الأحمر ولا غير الهلال الأحمر. فاللي يتكلم كلمة الحق. ترى انت محاسب باكر، لا تقعد على بتجمع لك يعني رقم بحسابك ولا مشاهدين، ترى راح تحاسب. الناس قايمين في شغلهم على اكمل وجه وما شفنا منهم الا كالخير. فاقول كلمة الحق او بس عشان حتى الناس تشجع تكمل. ما يصير لا ديننا يرضى ولا يعني الناس قاعد يخدموننا وانتوا قاعد تضربون فيهم. ليش؟ فاطلبكم طلب، اللي ما عنده كلام مو شايف بعينه لا يتكلم، حرام ترى وراح تتحاسب. مصر قواك الله.